ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايب لكم افضل برامج الخلفيات اللي انت ممكن تحتاجها لتغيير شكل تليفونك. هنقسم البرامج دي لنوعين، الاول الخلفيات الستوك ودي اللي بتبقى الخلفيات الاصليه للتليفونات، والتاني للخلفيات المختلفه. هنبتدي معانا بالبرامج الخاصه بالخلفيات الستوك، واول برنامج معانا وهو اشهر برنامج في المجال ده هو برنامج ستوك. اول ما هتفتح البرنامج هتلاقي فيه احدث خلفيات لاحدث الهواتف اللي نزلت في السوق. زي ما انت شايف كده قدامنا خلفيات زي التليفون الاي كيو نيو 5 وخلفيات تليفون النوبيا الزد 30 برو الجديد. وبرضه زي ما انت شايف كده تقدر هتلاقي خلفيات كتير جدا لتليفونات كتيرة جدا بتنزل برضه حسب الترتيب بتاعها. زي ما انت شايف برضه كمان قدامك اللي انت هتلاقي خلفيات انظمة تشغيل برضه الكمبيوتر زي الويندوز 11 وبرضه زي الماك هتلاقيها كلها موجودة هنا. حتى خلفيات احدث تحديثات نظام الاي او اس برضو هتلاقيها موجودة، ما فيهاش اي مشاكل. تقدر كمان تختار من القوائم الجانبية اللي بتبقى موجودة في البرنامج زي قائمة الصور الاكتر تحميل او الاكتر شهرة، او تقدر تخلي البرنامج يجيب لك كمان الصور بشكل عشوائي. هيختار لك من افضل الصور اللي موجودة عنده، تقدر الصور دي تحملها بكل سهولة. زي ما احنا وضحنا ان التحميل سهل جدا في البرنامج، مجرد ان انت بتفتح الصورة وهتلاقي شكل الثلاث نقاط من فوق هتختار منهم التحميل. وكمان تقدر تحط الصورة دي خلفية على طول من البرنامج، مش لازم كمان تحملها. تقدر كمان من خلال شكل العدسة اللي فوق اللي انت تبحث عن نوع تليفون معين. لو انت مثلا بتدور على مثلا خلفيات نوت 7 او نوت 10 خاص بشاومي او غيره من التليفونات، هتبدأ تكتب الاسم وهيجيب لك كل حاجة متعلقة بهذا الاسم. يعني مثلا هيجيب لك كل الخلفيات الخاصة بكلمة النوت او النوت 10. وممكن كمان تخصص البحث بشكل افضل، يكون مثلا شاومي نوت 10 هيجيب لك خلفيات برضو للشاومي نوت 10 بس. كمان تقدر تشترك في البرنامج من خلال ايميلك عشان يحفظ لك الصور بتاعتك وتعمل مكتبة خاصة بيك. واخر خانة موجودة هي الكتالوج، ومنها تقدر تختار الشركة او الموبايل اللي انت عاوز تجيب الصور الخاصة بيه. اول ما هتختار الشركة هيجيب لك مجموعة كتالوجات للتليفونات، تختار التليفون وهيجيب لك الصور الخاصة بيه كلها، تقدر تحملها بكل سهولة زي ما وضحنا قبل كده. معنا برنامج تاني وهو برنامج وولب، وده برنامج برضو مخصص للخلفيات الستوك، وهو شبيه جدا بالبرنامج السابق. بس الفكرة هنا ان البرنامج ده بيكون اسرع من البرنامج السابق في اضافة الخلفيات، بيبقى متفوق عليه بس في الجزئية دي. غير كده البرنامجين يعتبروا واحد بالظبط. الفكرة هنا الاسهل في التحميل هو البرنامج ده. انت اول ما هتختار الصورة هتلاقي كلمة سيف، هتضغط عليها هيحمل الصورة بكل سهولة. ونفس الطريقة في أقسام برضو جانبية زي القسم اللي هي الأكتر تحميل أو شهرة، أو مثلا أو خلفيات اللي انت حملتها آخر مرة أو اللي انت شفتها. كمان تقدر تعمل بحث عن التليفون اللي انت بتدور عليه وهتلاقي الخلفيات بتاعته وتقدر تعمل لها حفظ بنفس الطريقة. نيجي بقى للنوع التاني من البرامج، وهي البرامج اللي بتديلك خلفيات يومية متنوعة. طبعا الخلفيات دي بتبقى ليها تصنيفات كتير، وهنبتدي بأول برنامج معانا وهو برنامج اسمه اولبي. هسيب لكم طبعا رابط البرامج دي كلها تحت في الديسكريبشن. اول ما تفتح البرنامج هتلاقي قائمة باحدث الصور. مجرد ما تفتح الصورة هتلاقي اللي انت تقدر تعمل لها حفظ. كمان تقدر ان انت تضيف الصور دي في قائمة المفضلة وتدخل على كل صورة بالشكل ده. في قائمة تانية للصور الأكثر شهرة، وكمان في إمكانية اختيار صور محددة على حسب الكتالوج الخاص بيها. يعني مثلا ممكن صور طبيعية أو صور لكباري أو عربيات، أو مثلا صور اللي هي بتبقى فيها طابع اللون الأسود أكتر من غيرها.
المكتبة دي بتوضح لك برضو الصور اللي موجودة في الكتالوج ده، وتقدر ان انت تعمل لهم تحميل بشكل سهل وفوري ومفيهوش اي مشاكل. تاني برنامج معانا وهو رابع برنامج في الفيديو الخاص بينا، وهو البرنامج الخاص بأصحاب الشاشات الأمولود أو الشاشات الأوليد. هو بيجي باسم أمولود إن. الاسم بتاعه بيدل على معناه، أو بمعنى آخر إن أنت هيكون الصور اللي أنت هتلاقيها موجودة في البرنامج ده بيتغلب عليها طابع الألوان الفاقعة واللون الأسود كمان، وده اللي بيميز الشاشات الأمولود عن الشاشات IPS زي ما احنا عارفين. البرنامج أول ما هتفتحه هتلاقي فيه أحدث الصور بتختلف من يوم للتاني، وكمان هتلاقي فيه صور بجودة بتوصل إلى 4K. التحميل في البرنامج سهل جدا، مجرد اللي انت هتفتح الصورة هتضغط على علامة التحميل اللي هو السهم ده، هيبدأ معاك التحميل للصورة من تنبيهات فوق، زي كأنك بتعمل داونلود للصورة أو حفظ عادي من أي برنامج. لكن البرنامج للأسف فيه إعلانات بتظهر مع كل عملية تحميل، لكن الإعلان ده صغير جدا ومفهوش أي مشاكل، لكنه مزعج عشان هما موفرين إمكانية الاشتراك بشكل مدفوع لإزالة الإعلانات. في نهاية الفيديو أتمنى تكون عجبتكم الخلفيات والبرامج الخاص بيها، وللمزيد برجاء عمل سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس، والمزيد طبعا من الأخبار والريفيوهات برجاء متابعة صفحة الفيسبوك الخاصة بينا بنفس اسم القناة. شكرا لكم.